الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أحبابي الكرام، شهر يغفل عنه الناس، ويوم يغفل عنه الناس، ووقت يغفل عنه الناس. أما الشهر فهو شهر شعبان المبارك، واليوم يوم الجمعة، والوقت بين المغرب وعشاء كل يوم. سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أراك تصوم شعبان إلا قليلا، أو شعبان كله؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، وترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحباب الكرام، كان بعض السلف يقولون: رجب كالزرع، وشعبان كالسقي، ورمضان كالحصاد. فإذا هم يجعلون شعبان كالسنن الرواتب بالنسبة للصلاة، فيدخلون رمضان وهم مستعدون للصيام والقيام وقراءة القرآن، وكان يسمى شعبان شهر القراء، فيتفرغ السلف الصالح للعبادة وقراءة القرآن حتى يكونوا مستعدين. الذي ما كفاه الذنب في رجب، حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أطلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو وفيه القرآن والإيمان، فيه نفحات ورواح وهبات، يبلغنا منها به شعبان. فإذا يا أحبابي، نستغل شهر شعبان ونستعد من الاستغفار والتوبة والعبادة والصيام وغير ذلك، حتى يدخل علينا شهر رمضان ونحن في أتم استعداد لروحانية هذا الشهر الفضيل. أسأل الله عز وجل يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين.